السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايالكم بقى بفيديو جديد، ويلا كده نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل بقى حلاوة المولد الفولية او السودانية. معانا بقى نص كيلو فول مقشراه بقى كويس كده، فول عادي من غير ملح. ومعانا بقى كوباية سكر ونص كوباية مية. وجبت بقى صينية كده، اول خطوة لازم نعملها نجيب صينية كده وندهنها زيت، ونحط فيها بقى ورقة زبدة، وندهن ورقة الزبدة برضو زيت. دي خطوة مهمة جدا، عشان لو حطينا الفول فيها من غير ما ندهن زيت هيلزق معانا وهيبوظ ومش هنعرف نطلعه خالص. بالشكل ده بقى كده. هنجيب بقى كده طاسة ونحطها على النار، ونحط فيها كوباية السكر، وحواليها بقى كده داير ما يدور المية. وهنبدأ كده نعمل ايه الشربات بتاع الفول. هنسيب السكر بقى على نار هادية خالص كده لحد ما يتكرمل، وما نحطش فيه اي معلقة خالص ولا نقلبه عشان ما يسكرش مننا ويبوظ. وهنيجي بقى كده في طاسة تانية برضو على النار، ونبدأ بقى نسخن الفول بتاعنا كده ونخرج منه الرطوبة. ودي خطوة مهمة جدا علشان لما نيجي نضيف الفول في الشربات الاتنين يتماسكوا مع بعض. ولو طبعا بتستخدمي فول مش متحمص هتبدأي تحمصيه عادي جدا وتستخدميه. اول بقى ما السكر داب عصرت نص ليمونة وقلبت بقى كده. وكده بقى خلاص كان جاهز معانا. اول ما وصل للون ده، اول ما يوصل للون ده كده يكون جاهز. هنا بقى والكراميل بتاعنا على نار هادية برضو جدا. هنبدأ بقى نضيف الفول ونقلب كويس جدا لحد ما نتأكد ان كل الفول اتغلف كويس بالكراميل بالشكل ده كده. يلا بقى نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يشفع لنا بها يوم القيامة. عاوزين بقى نحيي الشهر ده كده بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنيجي بقى كده أول ما رفعنا الفول بتاعنا من على النار، هنيجي على طول في الصينية بتاعتنا ونفضيه كله كده. ونبدأ برضو بسرعة كده نفرده كويس. ما يكونش بقى، ما نفردوش بقى حتة تكون عالية وحتة تكون واطية وكده، لا نفرده بالتساوي كده علشان يطلع معانا شكله حلو في النهاية. هجيب بقى كده اي حاجة هنستخدمها، سواء بنفرد بمعلقة بنفرد بأي حاجة بإيدينا او اي حاجة نكون دهنينها بالزيت كويس علشان نفردها بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. اللي وصل معايا بقى لحد هنا ما تنسوش تضغطوا اللايك يا حلوين، وتقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. كانت كل بقى ما تبدأ تلزق مني في المعلقة كده اقوم جاية دهنة المعلقة زيت. لما تجربوها ان شاء الله ما عدتوش هتشتروها تاني ابدا ابدا، لانها جميلة جدا، وكمان عاملينها في البيت بطريقة بقى مضمونة. وضامنين بقى حاجتنا كويسة ونضيفة، وكمان عاملينها بايدينا في البيت. وطعمها جميل جدا ان شاء الله هتعجبكم. هنجيب بقى السكينة، وهنكون برضو دهنين السكينة بالزيت، ونبدأ بقى نقطعها بقى بأشكال مستطيل بأشكال مثلث. نقطعها مربعات، نقطعها بقى زي ما نحب بالشكل ده كده. هتتقطع معانا برضو بكل سهولة. بالشكل ده بقى كده هنسيبها بقى 3 ساعات، هنسيبها لحد ما تبرد خالص. واول ما تبرد خالص بقى، انا سبتها 3 ساعات بالظبط. لما بردت خالص بدأت بقى ان انا كده اجي اطلعها من الصينية، تطلع معانا بقى زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة. شايفين شكلها جميلة ازاي ونضيفة وحاجة مضمونة في البيت. هنبدأ بقى نشيل منها ورقة الزبدة. شايفين بقى يا حبايب قلبي الفولية بتاعتنا بجد طعمها جميل جدا، وجربوها والله ما عدتوش هتشتروها تاني من بره ابدا. شكلها ازاي، شكلها حلو ازاي. هكسر بقى معاكم واحدة. الفول بتاعنا متحمص كويس بقى وجميل، وكانت مقرمشة وسكرها مظبوط وجميلة جدا.
يلا بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي وصل بقى معايا لحد هنا ما تنسوش تضغطوا اللايك يا حلوين، ولو انتوا جداد في القناة وأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا مني كل جديد. وجربوها بقى وقولولي رأيكم ايه في الكومنتات يا حلوين.